عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من جوه الجول مع يحيى. النهاردة هنتكلم على مباريات في الدوري الإنجليزي ومباراة في الدوري المصري ومباراتين في الكونفدرالية الأفريقية. طيب هنبتدي بالدوري الإنجليزي. امبارح كان في مباراة في الدوري الإنجليزي كانت مهمة جدا ما بين الأرسنال و بيرتفورد، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. وطبعا نتيجة اللقاء دوت خلت نادي الأرسنال يزيد رصيده ويوصل للنقطة 51، وطبعا يفقد نقطتين مهمين جدا في السباق الدوري الإنجليزي. طيب النهارده كان في بقى مباراة تانية ما بين مانشستر سيتي و واستون فيلا. اللقاء انتهى بفوز مانشستر سيتي 3-1 على ارضه وسط جمهور. ابتدى مانشستر سيتي اللقاء بإيدرسون في حراسة المرمى، ناحية الشمال روبن دياز، إمريك لابورتي، كايل ووكر. في القلب عندنا رودري، وقدامهم برناندو سيلفا وكيفن دي بروين وجوندوجان. قدامهم في الهجوم عندنا رياض محرز وجاك جريليش وايرلينج هالاند. طيب ابتدى اللقاء سريع جدا بضغط من نادي مانشستر سيتي، وقدر نادي مانشستر سيتي انه يحرز هدف في الدقيقه الرابعه عن طريق رودري. كانت ضربه ركنيه عملها رياض محرز، عملها له عرضيه، طلع بدماغه رودري وحطها في المرمى محرزا الهدف الاول لمانشستر سيتي. وبعدها على طول ضغط، بقول لحضراتكم رهيب جدا لمانشستر سيتي. جوندوجان في الدقيقه 11 ضيع كوره من انفراد تام من تمريره من ايرلينج هالاند. ثم ياتي الدقيقه 13 وجوندوجان يجي مره اخرى ويحرز هدف، ولكن الحكم الغاه بسبب الفاول اللي ارتكبه ايرلينج هالاند مع حارس مرمى استون فيلا. في الدقيقه 39 جوندوجان يحرز الهدف الثاني بعد سلسله الاهداف اللي ضيعها من عرضيه هالاند جميله جدا. عمل عرضيه ارضيه برازيليه، دخل جوندوجان وحطها في المرمى محرزا الهدف الثاني لمانشستر سيتي. ثم تأتي الدقيقة 44 وضربة جزاء لصالح جاك جريليش. قدر رياض محرز انه يحطها على يمين الحارس، وده الحارس ناحية الشمال، وحطها هو على يمينه محرزا الهدف الثالث لمانشستر سيتي. بين الشوطين كان في تغييرات حصلت. ايرلينج هالاند خرج بسبب في اصابه خطيره، يمكن في قلق كبير جدا على نادي مانشستر سيتي في على هالاند. اصابه في الفخذ، خرج ونزل جوليان الفريز، وخرج دياز ونزل مانويل اكينجي. طيب وبعد كده ابتدى الشوط الثاني برضه بضغط من مانشستر سيتي. ضيع كور كتيره جدا، يمكن في كوره ضاعت في العارضه المحرز، وفي كور كتيره جدا ضاعت يعني. ولكن قدر نادي استون فيلا يحرز هدف في الدقيقه 61 عن طريق اوليه من تسديده ارضيه على يمين إيدرسون لتسكن الشباك، ويحرز استون فيلا الهدف الاول ليه. واللقاء فضل سجال ما بين الفرقتين بعد هذا الهدف حتى انتهت اللقاء بفوز مانشستر سيتي 3-1. بهذا الفوز مانشستر سيتي يرفع رصيده ل 48 نقطة، ويبقى على بعد 3 نقاط فقط من الأرسنال. ولكن نادي الأرسنال طبعا في ليه مباراة أقل، يعني هو لاعب مباراة أقل. فعندنا مانشستر سيتي جايب 48 نقطة من 22 مباراة، ولكن نادي الأرسنال معاه 51 نقطة من 21 مباراة.
طبعا مباراة قادمة ما بين مانشستر سيتي والأرسنال، ماتش صعب جدا. مانشستر سيتي عايز يخلص، لأن لو كسب الماتش الجاي هيتعادل مع الأرسنال في النقط، ولكن زي ما احنا قلنا في مباراة أقل للأرسنال، يبقى حتى لو هو فاز بيها هيبقى الأرسنال أعلى منه بثلاث نقط. في مباراة أخرى برضو النهاردة كانت في الدوري الإنجليزي ما بين مانشستر يونايتد وليدز يونايتد، وانتهت بفوز مانشستر يونايتد 2-0. احرز الهدف ماركوس راشفورد، طبعا فوقان ما شاء الله من بعد كاس العالم مش طبيعي لراشفورد، من كرة عرضية جميلة حطها بدماغه، محرزا الهدف الاول لمانشستر يونايتد. ثم تأتي الدقيقة 85 وجراناتشو يحرز الهدف الثاني من كرة عرضية شاطها صاروخ، أحرز الهدف الثاني لمانشستر يونايتد لينتهي اللقاء بفوز مانشستر يونايتد 2-0. كده مانشستر يونايتد هيرتفع رصيده ل 46 نقطة ويبقى في المركز الثالث، ولكن برضو نرجع ونقول فارق نقطتين بينه وبين مانشستر سيتي، وفارق ما بينه وما بين الارسنال 5 نقط، ولكن هو ليه مباراتين زياده، يعني هو لاعب 23 نقطه عكس نادي الارسنال لاعب 21 مباراه، ومانشستر سيتي لاعب 22 مباراه. ده بالنسبه للدوري الانجليزي. عندنا في الدوري المصري النهارده كان عندنا مباراه ما بين سيراميكا كليوباترا والنادي المصري، وانتهت بمفاجاه كبيره جدا بفوز سيراميكا كليوباترا 3-0. في الكونفدراليه الافريقيه عندنا كان في مباراتين النهارده. المباراه الاولى ما بين كارا وفيوتشر، كان فيوتشر بيلعب خارج الديار مع كارا التوجولي، وانتهى اللقاء بالتعادل الايجابي 1-1. طبعا دي كانت في منافسات المجموعه الثالثه اللي بتضم بيراميدز والجيش الملكي واكارا وفيوتشر، يعني في معانا في المجموعه دي فرقتين من مصر، فيوتشر وبيراميدز. انتهى اللقاء كارا وفيوتشر خارج الديار بتعادل ايجابي 1-1، وكان متاخر نادي فيوتشر بهدف لا شيء، قدر محمد فاروق يحرز هدف التعادل في الدقيقه 81، وكل فريق ياخد نقطه. المباراه الثانيه كانت هنا في استاد الدفاع الجوي ما بين بيراميدز والجيش الملكي، وانتهت بالتعادل الايجابي 2-2. افتتح الاهداف مصطفى فتحي في الثانيه 22، يمكن ده اسرع هدف في البطوله حتى الان، من كرة عرضية من محمد حمدي حطها صاروخ على شمال الحارس، محرزا الهدف الأول لنادي بيراميدز. ثم يأتي الهدف التعادل للجيش الملكي في الدقيقة 25 عن طريق بورشريز من عرضية من رضا سليم. احنا هنقول رضا سليم لأن رضا سليم ده هو برضه كان صاحب الاسيست بتاع الهدف الأول والهدف الثاني، والكورتين من ضربات ركنيه، يعني الكره دي من ضربه ركنيه لعبها عرضيه، بورشيز يحط بدماغه الهدف الاول او هدف التعادل لنادي جيش الملكي. ثم تاتي وينتهي الشوط الاول والنتيجه التعادل الايجابي 1-1. بيراميدز ضغط ولكن الجيش الملكي مش سهل. في الدقيقه في الشوط الثاني ابتدى، وفي الدقيقه 72 قدر مصطفى صار يحرز الهدف الثاني من عرضيه برضو رضا سليم من ضربه ركنيه حطها بدماغه الهدف الثاني ليتقدم نادي جيش الملكي على نادي بيراميدز 2-1. ثم تاتي الدقيقه 74 يعني بعد الهدف ده بدقيقتين من كره عرضيه من محمود صابر، صاروخ من داخل منطقه الجزاء من عبد الله السعيد، صاروخ يحطها على يمين الحارس محرزا هدف التعادل 2-2. ويمكن عبد الله السعيد ضيع كوره بعديها كان ممكن تبقى هدف، ولكن مرت بجوار القائم، وكده تبقى المجموعه دي كلها مجموعه تعادلات، المجموعه الثالثه كل فريق معاه نقطه، ولكن طبعا بيتصدرها بيراميدز ثم الجيش الملكي ثم كارا ثم فيوتشر.
غدا ان شاء الله في مباراة في الدوري الممتاز ما بين الزمالك وسموحة. هنحللها ان شاء الله، هتبقى حلقة مهمة جدا بكرة. بس دي كانت اخر حاجة معانا النهاردة. نلقاكم في حلقة قادمة من جوه الجول مع يحيى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.